السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا عيطوا بخير نتوما والاهل تاعكم، وان شاء الله كاع اللي تبغوهم. اليوم جينا بعد غياب طويل، الله غالب، رمضان، العيد الصغير، لي كوموند ما لهيناش، وبزاف ناس يقولوا لي ديري الكحك. انا ما نديرش الكحك، قلت اليوم نحط لكم الوصفه تاعه. لا غالب مع الكاطو والدار، وما تنجميش توفقي بين بزاف صوالح، يعني الكاطو يديلك كاع وقتك. هنايا هاد الوصفه غادي ان شاء الله تنجح لكم من اول تجربه. جبت لكم الكحك بجميع اسراره باش يقعد لكم شباب ويقعد لكم لمده اطول. هنايا للمقادير نحتاجو كاس ولا غرفيه ولا زلافه، كيلي على حسب اللي تبغي. انا هذا الكاس يرفد كاس تاع ام وليد، يعني يرفد العبار تاع كاس ام وليد. عندنا كاس حليب دافي وكاس ماء دافي، مغرف كاس عفوا تاع السكر، مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز، وحده خميره كيميائيه، والحبه تاع البيض. وهنايا الزرارة عندي الشنان والنافع وحبة حلاوة. وهنايا عندي شوية تاع اللوزس تاع الليم، انا كان عندي هنايا في الكونجيلاتور، نطحناه ونديره في الكونجيلاتور كون ما نسحق نجبد. عندي مغرف كبيرة وعندي مغرف كبيرة تاع لافاني. هنايا نسيت النص الربع تاع الكاس تاع الزيت، يعني ديروه ضروري، انا نسيته. نخلطوا هاد المكونات كاع مع بعض. او هنايا تاني كي تخلطوا المكونات تاعكم خلوهم شويه يتفاعلوا. انا هنايا ما خليتهش يتفاعل، يعني خدمت نيشان باش يعطيكم نتيجه شابه. لازم تخليه يتفاعل، عاد زيدوا الفانيله. هنا المكونات تاعنا بعد ما خلطناهم كاع، ولازم يذوب هذاك السكر. داك السكر اللي ما دابش هو اللي غادي يخسر لك العجينه تاعك. نزيدوا مغرف تاع الخل، ونبدو نلمو بالفرينه تاعنا، يعني نلمو بنفس الكاس اللي لمينا به الخطره الاولى، اللي عبرنا به عفوا الخطره الاولى. غادي نديروا الكاس الاول ونخلطوا كاس الزاوج، نخلطوا كل شيء ونزيدوا الكاس الثالث. هنايا الشيرات كاين اللي يجيها الكحك تاعها مكبد. الكحك يجيك مكبد كي ديري 3 صوالح، تكثري له الزيت، ما تخليش يخمر، وتكثري له الفرينه. لازم الكحك يجي يتلصق، ولازم السكر يذوب تماما، يعني الماء دافي مع الحليب دافي يذوبوا لك السكر. هذا الكاس الثالث نزيدو نخلطو. هنايا غادي الكحك تاعك لازم تروحي له غير بشويه للفرينه، الفرينه هي خساره الكحك. ونزيدو الكاس الرابع، نقعدو نعجنو، يعني لازم هذيك الفرينه تدخل كاع في الخليط تاعنا باش نزيدو الكاس الخامس. يعني الكاس الخامس غادي ما ندوش منه بزاف، غادي ندو منه نصف الكاس، يعني كل شيء غادي يجينا 4 كيسان ونص تاع الفرينه. وكل فرينه كيفاش تدي. انا هذه الفرينه ماشي السفينه، من الاحسن ما ديروش السفينه، يعني ديروا التي 55 التي 45 تاع الكاطو، التي 55 تاع العجائن. من الاحسن تستعملوا التي 55. انا هنايا الفرينه تاعي كانت شويه كحله، يعني ما كانش عندي لا سفينه ولا تي 55، كان عندي العاديه يعني تاع الساشي اللي نديرو بها. يعني كون كانت عندي لي سبيسيال للعجائن غادي يخرج لي ثاني الكحك تاعي شباب، يعني انا هكا وخرج لي شباب. نقعدوا هكا نخلطوا كما راكم تشوفوا، لازم نلمدوها ونخلوها تتلاصق، يعني هكا تقعد لكم العجينه تاعكم بلا ما تطلع وتتشرب، غادي تجيكم العجينه نيشان. هكا نقعدوا نخبطوا فيها من الفوق لتحت. هنا اللي تبغي تضاعف المقادير تضاعف. انا هاد الكميه دارت لي 8 حبات كما راكم تشوفوا، راه تلاصق، وبقى لي من الكاس الخامس بقى لي نص كاس. هنا نخلوها تطلع كما راكم تشوفوا، راني نوري فيكم كيفاه تقعد تتلاصق. هنا تعاود الفيديو معليش، بقى لي نص كاس.
هنايا بعد ما خمرت التخمير تاعها الاول كما راكم تشوفوا العجينه تحسوها خمرت. انا هنايا عندي البول كبير عليها ما بانتش في الطلع وعجلت عليها ثاني. غادي نهودوها شويه ونعاودو نخلوها تخمر المره الثانيه، يعني نديغازوها كاع، نخرجوا لها كاع هذاك الهواء تاعها ونعاود نخليها تخمر في مكان دافئ. انا هنايا بعد ما طلعت لي الخطره الزوجه نجيبو شويه تاع الزيت. هنايا الزيت نسيته في الخطره الاولى، يعني راني نعاود ونكرر، زيدوا ربع كاس تاع الزيت، ما تكثروش الزيت. كاين اللي يدير كاس الا اصبع، وكاين اللي يدير كاس. هذيك هي ضياعه العجينه. كما راكم تشوفوا العجينه تجي طريه تجي شابه. كي تدير لكم خيوط خيوط، كي تحلوها تلقوها خيوط خيوط عارفوها راها نشحت لكم. انا هنا الحبه تاعي وزنتها 150 غرام، نتوما وزنوها 150 غرام. انا دارت لي حبه صغيره يعني متوسطه، ماشي صغيره بزاف ماشي كبيره بزاف، دارت لي متوسطه، حبه متوسطه هكا. غادي نوزنوهم كاع ونبداو هنايا نشكلوا فيهم. غادي نجيب الحبه الاولى اللي وزنتها كاع معاكم، غادي نحلها على شكل حربوش هكا، نحلوها على شكل حربوش. هنايا كلا تلاحظوا راح تعاود تولي معايا، قلت لكم ما خليتهاش ترتاح غايه، نتوما عطوها الراحه يعني بين ديروها تطلع، خلوها نص ساعه، عاودوا ديغازوها، عاودوا ديروها تطلع، خلوها نص ساعه. وثاني هنايا كي تقرصوها ثاني خلوها واحد 10 مينوت، عاد بدو ديروا في هذه العمليه. كما راكم تشوفوا انا الحربوش تاعي حليته، نطويه على 2 خطرات ونبلعه. وحاولوا تساووا باش ما تجيكمش جهه بجهه. وهنا نقبض الخدمه تاعنا ونبداو نحلو فيها، يعني الطريقه تاع بكري ونبلعوها. كما راكم تشوفوا انا هنايا عاودت خمرته بعد ما درت له، بعد كاع ما فين الهضره راها تروح لي. هنايا نجيبو حبه تاع البيض ونديرو شويه تاع القهوه فيها باش تروح لنا هذيك البنه، واللي يبغي يدير شويه خل ولا شويه ماء زهر ولا شويه لافاني تاني باش تروح هذيك البنه تاع القهوه. وندخلو نديرو شويه تاع الجنجلان وندخلوه يطيب. هنا كما راكم تشوفوا راه يطيب معانا. هنا بعد ما طاب شوفوا الشيلات جا معنا كحك ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم، جربوه وردوا لي بالخبر. مع السلامه.